اسهل البسبوسه تقدري تحضريها لوليداتك بطريقه سهله وكتجي بنينه وبكريمه يا سلام. يلا اجي معايا نحضروها جميع. كنحتاجو 2 بيضات بدرجه حراره المطبخ، كاس دانون بنكهه الفانيلا، كاس من الزيت، وكذلك كاس من السكر حسب الذوق ديال كل واحد، كاس من الحليب، وكنحتاجو كيس من الفانيلا. كذلك كنزيدو القليل من الملح لعدل المذاق، وتنخلطوا الكل جيدا حتى كيندمجوا لينا. كنزيدو كاس من السميد الرقيق، كنزيدو كاس مخلط ما بين الدقيق الابيض والكوك، وتنخلطوا الكل جيدا حتى كيندمجوا لينا مع بعضياتهم. كنزيدو 2 ديال الاكياس ديال خميره الحلويات، كنخلطوا الكل جيدا حتى كيندمج لنا مع الخميره. كناخذوا المول اللي غادي نضيفوا فيه الخليط ديالنا، كندهنوه بالزيت والدقيق الابيض. كنضيفوا الخليط ديالنا كما كتشوفوا بهذه الطريقه، كنطلعوا يدينا الفوق وتنديو البسبوسه ديالنا طيب في الفرن على درجه حراره 180. كندوزو ان نوجدوا الكريمه ديالنا اللي غنزينوا بها. كنحتاجوا 250 ملل الحليب، 2 ديال الملاعق ديال النشا، و2 الملاعق ديال السكر حبيبات. من بعد ما دمجنا الكل جيدا، زدنا 4 ديال الجبن المثلث، تقدروا تضيفوا حتى المربع، وكنخلطوا الكل جيدا حتى كنحصلوا على هذا الشكل هذا. بعد ما كنخرجوا البسبوسه ديالنا من الفرن، كنسقيوها بهذا السيروم اللي حضرته بليمونه وحده وحامضه وحده و2 ملاعق ديال السكر. صافي كنفزقوها كامله بداك السيروم هذاك كما شفتوا معايا في هذه الطريقه. صافي تنجيبوا الكريمه ديالنا وتنضيفوها في الوسط ديال البسبوسه ديالنا. وبالنسبه للزين كيبقى لكم اختياري، انا كانوا عندي هادو غادي نزين بهم الوجه ديال البسبوسه ديالنا. وكانت البسبوسه ديالنا حاضره كتجي بنينه ما شاء الله. جربوها وردوا عليا في التعاليق. وشكرا لكم، وما تنساوش لي لايك والاكسبلور، وشكرا لكم.